بالفعل شاب يمني أطلق شبكة للتواصل الاجتماعي تضاهي بمزاياها العالمية. هذه الشبكة هي الأولى في الوطن العربي وتتيح التفاعل والمشاركة بين المستخدمين بشكل بسيط وملائم. سالي الجوهي لديها تفاصيل أكثر، نتابع. استطاع ماجد وهو شاب يمني في العشرين من عمره إطلاق أول شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم العربي تعرف بأودل. ميزاتها تفوق ميزات نظيراتها من شبكات التواصل الاجتماعي في الغرب. أهم تلك الميزات أنها تتيح للمستخدم العربي الدردشة مع آخرين لا يتكلمون العربية بلغته الأم، ويمكن في أثناء الدردشة النطق بالكلمة فتتم كتابتها من دون طباعتها. تمكنت الشبكة وهي بعد في المرحلة التجريبية اجتذاب 250,000 مستخدم، ما شكل حافزا قويا لتطويرها كي تنتقل مستقبلا إلى العالمية. نحن بصدد معاملة ترخيص وسنكملها عما قريب، لأنه الترخيص نحن نحاول أن يكون من منظمة الويبي تحديدا. الويبو منظمة الويب الدولية تقدم تصريح دولي وليس محلي، بينما صنع بترخيص محلي. نحن حاليا قد قمنا بالأشياء الكاملة للترخيص المحلي كشبكة اجتماعية محلية. يمكنك أنك تعمل منشور وتحدد وقت لنشره بعد فترة معينة ينتشر، ويمكنك أيضا مشاركة الموسيقى، يمكنك الدردشة بالفيديوز مع هانجو، يعني مجموعة مكالمات فيديو جماعية، يعني اجتماع ميتينج. وأيضا يمكنك أيضا عمل كلمات سر أو باسورد إضافة لخصوص سياسة الخصوصية للمستخدمين. أضفنا خدمة جديدة إنك تعمل باسورد أو كلمة مرور للمنشور بحيث إنها ما تورط عند أي شخص غير الشخص الموجود عنده الباسورد. أيضا عندنا أيضا مميزات كثيرة، إنها منشور متقدم يمكنك أن تضيف أثناء المنشور ريبورت كامل، يعني تضيف فيديوز وصور وموسيقى. يمكنك بنقرة زر واحدة نسخ حساب فيسبوك، يعني بنقرأ زر أو جوجل أو تويتر أو إنكدين أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي. شبكة التواصل أودل هي حصيلة عمل استمر 3 سنوات بالتعاون مع طاقم من المستشارين الإعلاميين والقانونيين، سيتيح إطلاقها رسميا في المستقبل. وقد باشر فريق من الشباب الترويج لها وتسويقها من أجل استقطاب أكبر عدد من المستخدمين. عملنا مجموعة حملات رسمية في صحف، في مواقع، وبعدين بدأ كتسويق شخصي، بحيث انه انا مثلا اعرض هذه الفكره على اصدقائي، استقطب اصدقائي لهذا الموقع، اعرض عليهم الفكره، يشوفوا الخدمات، فالناس بداوا يحبوها. يعني الشخص اللي يدخل يجيب معه 10 أشخاص يقول لهم هذا الموقع يعرض علينا خدمات ما نلاقيهاش في مواقع ثانيه، وهكذا استمر العدد في التزايد. مجرد ان الشاب اليمني استطاع ان ينشئ شبكه اجتماعيه وتوصل الى العالميه و200 ربع مليون مستخدم، هذا يعني شيء يثبت نجاح البرنامج ونجاح الفكرة. لم يتوقف حلم ماجد ورفاقه على تأسيس شبكة أودل، بل هم يسعون مستقبلا إلى إنشاء شركة خاصة بنظام أودل ليثبتوا قدرتهم على إحداث الفرق والوصول بطموحهم إلى تطوير هذا العمل إلى أبعد ما يكون. سالي الجوهي، MBC.